هذا عبد العزيز، طالب مبتعث ويدرس تخصص ريادة أعمال، شغوف جدا في صناعة الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. Yes sir. What is the answer? Sorry, I wasn't focusing. You should focus. Pay more attention. Yeah, sure. Sorry. Okay guys, see you on Monday. Thank you for attending the class and have a nice weekend. Thank you. Okay, Abdullah, I think you should focus next time because the stuff we study is really important and you need it in the exam. Yeah, sorry, sir. I'll try to focus next time. بس مشكلتي الوحيدة أني أعتمد على أصدقائه أكثر من اللازم. شباب نصور لك إيه؟ سف موضوعك حبيبي. كورة. أبوي متفقين. باكر إن شاء الله. أبوي مسقطوا باكر. استغفر الله. أوي. كيف بتصور ولا؟ زكي حمار. وهذه سفان متخصصة في الإعلام وتوها جايبة درجة عالية في امتحانها. كمكافأة لتفوقها قررت أنها تكافئ نفسها بممارسة هوايتها المفضلة. كنت أحب يعني أعبر عن نفسي بالألوان بالرسومات وكذا. بعدين تقريبا في ثاني ثانوي بدأت يعني آخذ كذا سيريسلي، بدأت أطور نفسي وأنمي مهاراتي في الرسم وكذا. أقدر أترجم مشاعر وأشياء، يعني مشاعر سوداوية أو يعني أشياء كذا دارك أقدر أخليها في لوحة، وأحس هذا الشيء يعني that's the art اللي I wanna produce, the dark and creepy art. الرسم خلاني أكتشف هذا الجانب فيني، فأحس إذا ما عندي شيء أسويه أقدر كأنه متنفس حقي عشان من ضغوطات الدراسة وتعرف جامعة كذا overwhelming، فأحس بالعكس this is helping me عشان أتأقلم. وعندكم مرشد طالب هندسة كيميائية ومتفوق جدا في دروسه. ومع أن تخصصه معقد إلا أنه ما منعه أبدا من أنه يلعب رياضته المفضلة. هو بقى روح جمال معلوم كيف الحال؟ كورة شباب جابه وزين كيف الحال؟ حمزة كيف الحال؟ طيبين شاب مرة فوق يلا بدي البس
شباب عاش فوق. ايه شباب تركيز. وهذا حمد، مثل ما شايفين انه ما راضي ابدا عن المستوى اللي قدمه، وافضل طريقة يشوفها في انه ينفس عن غضبه انه يركض في الهواء الطلق، وهالشي ايضا يساعده كثير في انه يتخلص من الضغوطات ويطلع من جو الدراسة. واخر شيء عندكم موسى، طالب سنة أخيرة في الIT ومحترف بلاي ستيشن. موسى ايش بنتعشى؟ ما عاد تضبط امورك. وأفضل شيء يميزه عن أصحابه إنه يعرف كيف يوازن بين الدراسة وبين الجيمنج. وبدل ما نكلمكم أكثر عنه خليه هو يتكلم عن نفسه. شوف، هو الموضوع موضوع أولويات، بحيث أن أخلي الدراسة رقم واحد، وعاد من أخلص واجباتي ألعب. بالعكس أعتبر الجيمنج مكافأة، يعني بعد اليوم الطويل من الواجبات والكلاسات أرجع وأكافئ نفسي باللعب. بديت تقريبا من عمري 6 أو 7 سنوات، ومن وقتها صرت أدخل بطولات وأنا شغوف في هذا الشيء. فكريا وعلميا وثقافيا ورياضيا وفنيا وتقنيا، فبارتقاء الشباب في كل هذه المجالات ترتقي حياة المجتمع وتزدهر.